السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. متتبعي قناة دولي كيتشن، مرحبا بكم في قناتي، مرحبا بجدد معايا. وصفتنا نهار اليوم حساء البطاطا مع فطائر في المقلاة، يجو روعة. والحساء هذا بزاف بنين خاصة مع البرد. بسم الله نبداو الوصفة تاعنا على بركة الله. في طنجرة صغيرة كما راكم تشوفوا درت شوية زيت، وراح نزيد عليها ملعقة تاع مرقارين باش تمدلنا البنة في هاد الحساء تاعنا. خليتهم كي دابو، جبت صدر تاع الدجاج وراح نحطو تما يتقلى شويه. نزيد عليه شويه بصل اللي كنت قطعته كبار هكذايا لانه راح نرابيو كلش في الاخر. زدت عليه شويه فصوص تاع توم، 3 فصوص تاع توم حتى 4 صغار. نخليو الدجاج تاعنا والثوم والبصل يتقلاو لنا. غطيت عليهم ورجعت عندهم بعد مده، لقيتهم دبلوا شويه والدجاج تاعنا دات حميره شويه، يعني طلقوا البنه. هنا راح نزيدو لهم لي زيبيس. عندنا فلفل اسود ملعقه صغيره، وهذا فلفل ابيض تاني درت ملعقه صغيره كما راكم تشوفوا. راح نزيد له الكركم باش يمد لي هذاك اللون الشباب. اللي حب يدير واللي ما عندوش عادي. زدت فتت عليه قطعه من جنبو الدجاج، مرق الدجاج باش تزيد البنه. وفي الاخير راح نزيدو عليه هذيك البطاطا اللي كنت غسلتها وقطعتها مكعبات، ونخليوها تتقلى تاني معاهم شويه قبل ما نمرق. حساء البطاطا هذا وش يجي فيه. نحركها شويه هكذايا باش لي زيبيس تاعنا والبصل يطلقوا البنه على البطاطا وتتقلى شويه معاهم قبل ما نمرقوا لها. غطيت عليه كيما راكم تشوفوا وخليته يزيد يطلق البنه ويتقلى شويه. انا دائما ناخذ وقتي في التقليه، ما عنديش مشكل نخليها حتى 15 دقيقه 20 دقيقه على نار قليله وهي تتقلى. هنا نمرقوا بالماء الساخن ونغطيو البطاطا والدجاج هذا كامل حتى الفوق، ونسيو نمرقوا بكميه كافيه. كما تعرفوا البطاطا كي نرحوها تولي ثقيله، احنا ماذا بينا تولي لنا سوب. يعني كي تمرقوا اعرفوا كيفاش تمرقوا، مرقوا بزياده. هنا راح نغطي عليها ونخليها الطيب، ونروحوا نوجدوا الفطائر تاعنا تاع المقلاة. بسم الله. هنايا في إناء كما راكم تشوفوا درت كاس حليب دافي، وملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، وملعقة ونصف ولا 2 ملاعق سكر، وربع كاس تاع زيت ولا 4 ملاعق تاع زيت كما تحبوا تكيلو بالكاس 4 كاس ولا 4 ملاعق. نحرك كل هذا وراح نجمعهم بالفارينة. نبقى نزيد في الفارينة ونحرك حتى يتلم لنا العجين تاعنا. اول حاجه انا بديت بالفوي، نخدم بالفوي. هنايا زدت الملح، ما تنساوش دايما كي ديروا الفارينه ملحوا. نبقى نزيد في الفارينه ونحرك كما راكم تشوفوا حتى يتقال لنا العجين. من بعد نحي الفوي ونكمل بيدي كما راكم تشوفوا بدا يتقال لي العجين. هنايا راح نحي الفوي تاعي ونكمل بيدي. كملت لميت العجينه بيدي وقعدت هكذا نعرف نحس كيفاش راح تتلم ولا لا باش نبقى نزيد لها. كما راكم تشوفوا لميتها وتحصلت على هذه العجينه طريه، لازم تبقى لكم شويه طريه. غطيتها انايا بالبابي فيلم وخليتها تختمر حتى يضاعف الحجم تاعها. ورجعت لاسوب تاعي اللي لقيت البطاطا طابت والدجاج طاب. هنايا واش رحت ندير، نحي هذاك الصدر تاع الدجاج باش نقسمه نص ندير به الفطائر ونص نفتو في لاسوب، وزدت نحيت شويه من البطاطا دوك تشوفوا.
هكذا نحيت كميه من البطاطا باش نزيد ندعم بها هذاك الدجاج اللي راح نفتو ونديرو في الفطائر مع البطاطا. هكذايا نكون درت عشاء اقتصادي، درت الفطائر بنفس البطاطا ونفس الدجاج اللي طيبت بيهم العسوب. هنايا نحيت كميه كافيه باش تكفيني للفطائر، وهذا اللي بقالنا نروحو نميكسيوه باش نتحصلوا على حساء البطاطا. كيما راكم تشوفوا بالميكسور بالبغا ميكسور تحصلت على هاد الحساء. شوفوا شحال هايل شحال بنين. دوك واش نزيد له؟ اللي عنده جبن يزيد له، واللي عنده الكريمه الطازجه يحب يزيد. انا هنايا زدت له لا كريم فريش. شوفوا كيفاش درت له كميه ماشي كبيره هكذايا باش تزيد له البنه فقط، ورحت نضيف عليه هذاك الدجاج اللي فتتو. شوفوا كيفاش نخليها هكذا ما نحركهاش بزاف، ونروحوا نزيدوا عليها هذاك الدجاج اللي فتتناه هكذا تتقال لنا وتجينا بنينه. حساء صحي وبزاف بنين وتاع الشتا ويحبوه الاطفال، لانه بالبطاطا ما كاش حاجه ما يحبوهاش الاطفال بالبطاطا والدجاج. نروحوا نوجدوا الفطائر تاعنا. هنايا نكملوا نفتو هذاك الدجاج ونعبزوا هذيك البطاطا. دوك تشوفوا كيفاش فتتو. كملت فتت الدجاج تاعي ودوك نروح نعبز هذيك البطاطا فقط بالفرشيطه كما راكم تشوفوا، لانه طيبه مليح وسهله. ضفت عليها هذاك الدجاج وراح نخلطهم نحركهم جيدا حتى يندمجوا مع بعضهم. نضيف عليها المعدنوس كما راكم تشوفوا، ونزيد في الاخير نضيف عليها ملعقه كبيره تاع جبن. الجبن اللي حبيته، كاين انواع بزاف تاع الجبن في الجزائر. كاين موندور، كاين ساندويش، هذوك اللي يتباعوا بالبيدون الكبير. هذا بزاف بنين ويعطي لك بنه ويزيد لك بنه على بنه في الفطائر تاعنا. درت 2 ملاعق كبار كفاوني. نرجع للعجينه تاعي اللي لقيت الحجم تاعها ضاعف. هنا راهي واجده باش نخدم بها. اول حاجه نديغازيها، نخرج لها كامل هذوك ديك الخميره، وندير فارينه في سطح العمل ونروح نقسمها. سواء تحبوا تقسموها ديروهم فطيرات صغار كيما السوفلي، ولا تحبوا ديروهم كبار. انايا من الاحسن كنت مزروبه حبيت نديرهم 4 فطيرات كبار. راح نقسمها على 4 اقسام بهذا الحجم، يكونوا شويه كبار هكذا تقريبا متساويين، وراح نشكلها على دوائر هكذايا ونخليهم يرتاحوا. من الأحسن تخليوهم بعد ما تخرجوا لهم هذيك الخميرة وتقسموهم تخلوهم يرتاحوا واحد 5 دقائق. نبدأ نحل العجينة تاعي. هنايا تكون ارتاحت تعطينا الطوع في الخدمة. لو كان ما ترتاحش تروحوا ديراكتومون تفتحوا، تيكم صعيبة انتم تفتحوا هي ترجع هكذا. شوفوا راهي هايلة العجينة. نفتحوها بشكل مستطيل ولا دائري كيما تحبوا، لانه راح تخدموا شغل سفليات كبار هما فطائر بهذا الشكل. حسيتها تلصق، درت لها شويه فارينه وفتحتها. شوفوا شحال كبيره ما شاء الله. درت عليها الحشوه تاع البطاطا بالدجاج والجبن. سيت نحط في نصف العجينه تاعي هكذايا، وخليت وين راح نغلق، خليت واحد 4 سنتيمتر حتى 5 باش نغلق. وراح نزيد عليها جبن مبشور. الجبن المبشور اللي متوفر عندها من الأحسن يكون، راح يزيد لك بنة. وتشوفوا الجبن المبشور كي يطيب بشغل يولي يتجعد واللي ما عندهاش ماشي لازم، هذيك الحشوة تكفي. شوفوا كيفاش غلقتها بصبعتي باش العجينه ما تفتحش، وقعدت نلوي فيها في الجنب هكذايا كيما راكم تشوفوا. نجيب العجينه من برا وندخلها للداخل ونغلقها بصبعي حتى تحصلت على هذا الشكل.
في جهة أخرى كانت المقلة تاعي تسخن، أنا خدمتهم وعدت نطيب بالزوج لأنه المقلة كبيرة. الله يبارك. شوفوا ولازم تهسيهم باش ما يتحرقولكش. كما راكم تشوفوا قعدت نطيب فيهم ونقلب ونسي نطيبهم في كل جوانب. سي نحمرهم من كل جهة. شوفوا الله الله كيفاش تحمروا. السكر دايما كي نديروه في العجينة يعطينا تحميرة. سيو طيبوهم من كل جوانب، من الكوتي حتى من الجهة اللي ما تلحقهمش المقلة. دوك تشوفوا كيفاش ندير. شوفوا كيفاش رفدتها هنايا بالطرشونة وطيبتها في الكوتي. نروح نطيبها كيما خبز خمير، لازم ما نخلي حتى بلاصة ماشي طيبة. كيما راكم تشوفوا الله يبارك جاو ما شاء الله اخفاف بنان روعة. جربوهم وما راحش تندموا. كما راكم تشوفوا كملت طيبتهم كامل في الجوانب، راني ندور منا في ليكوتي حتى تجي من كل جوانب طيبة هكذايا. كملت الجميع وشوفوا جاوني 4 خبيزات كبار طيبين الله الله. راح نقسمهم لكم من الداخل. شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله، ماشي خشان بزاف. كي تاكلوهم تحسوهم خفاف ريشه. وجدت الحساء تاعنا ولا لاسوب تاعنا تاع البطاطا. شوفوا تاني ما شاء الله. درت لها شويه معدنوس من فوقه وشويه رشات تاع حار مرحي. البنه تاعها خياليه، جربوها وما راحش تندموا. ورفقوها بهذه الفطائر تاني راح يجوكم روعه. وجربوهم واكتبوا لي في الكومنتار اذا نجحوا لكم. كالعادة إذا عجبتكم الوصفة تاعي وقناتي وطريقتي دعموني، ديروا لي جام وفعلوا الجرس باش يلحقوكم المزيد من الوصفات. نلتقي في وصفات جديدة إن شاء الله. يا رب. سلام.